تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين راديو سلام، مرحبا بكم في حلقة جديد من برنامج قضايا إريتريا. سنتناول في هذا الحلقة معاناة شعب الإقليم دانكاليا بسبب إجراءات حظر جائح كورونا فيروس يعني في هذا الأيام. ونسعد بكم بالتواصل معنا مستمعينا الأعزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي راديو السلام، وكذلك عبر رقم واتساب 0044 7947831417، وعبر الساتلايت 12687 فريكوينسي. نتواصل إن شاء الله. مرحبا بكم جميعا، ورحب في استوديو، رحب ضيفي داخل الاستوديو فضيلة الدكتور حسن سلمان، وعبر الخط أستاذة مريم دانكالاي. الحمد لله على السلامة أجمعين، وبارك الله فيكم. دكتور، أبدأ من استوديو. حياك الله دكتور، الله يسلمك. أهلا وسهلا. دكتور، حدثنا عن إقليم دانكاليا وشعب العفار والدانكاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالأخت مريم دانكالاي وهي تتابع معنا عبر التلفون. بالنسبة لشعب دانكاليا، أو دعنا نقول بأن الدولة الإريترية عموما هي إحدى دول شرق أفريقيا، يحدها من الشمال والغرب الدولة السودانية، وتحدها من الجنوب إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي جيبوتي، وتقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر. المساحة تقريبا لهذه الدولة 120 ألف كيلومتر مربع، والتعداد السكاني للدولة الإريترية حسب إحصاءات الأمم المتحدة الآن تجاوز 6 مليون نسمة تقريبا. شعب دانكاليا أو منطقة دانكاليا هي أحد الأقاليم الإريترية، والتي تقع على السواحل البحرية، مما يلي على الأقل شمال جيبوتي وعلى ساحل البحر الأحمر. وهي منطقة يسكنها تقريبا، هذه المنطقة الآن من حيث الإقليم تسمى إقليم جنوب البحر الأحمر في وفق التقسيم الحالي، وكانت في السابق تعرف بإقليم دانكاليا. وهذا الإقليم هو عبارة عن إقليم يكاد يكون صرف للإخوة من أهلنا العفريين في منطقة دانكاليا. ومعروف طبعا المكون العفري هو عبارة عن مكون موجود في 3 دول، الدولة الإريترية والدولة الجيبوتية والدولة الإثيوبية. يتوزع المكون العفري في هذه المنطقة، ولكن من حيث الوجود في إريتريا طبعا وجود أصيل، ووجود كما قلت وجود بأرض مهمة جدا، أرض استراتيجية، يعني يقع فيها على الأقل الميناء الثاني تقريبا في الدولة الإريترية بعد ميناء مصوع. هنالك ميناء عصب يقع على هذه الأرض. المكون العفري كله تقريبا في المنطقة مكون مسلم، يعني يدين بالإسلام، وخاصة في إريتريا يعني ليس هنالك بين العفريين من لا يدين بالإسلام، فهم جميعا تقريبا مسلمون ويدينون بالإسلام. كانوا في السابق على الأقل يعتمدون في حياتهم على مسألة الرعي وعلى مسألة البحر، وهم معروفين أنهم بحارة، ويعتمدون في حياتهم المعيشية على ما يمكن أن يجود به بعد الله سبحانه وتعالى، ما تجود به البحار.
وهي من أنعام الله وأفضالها على عباده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أن العباد يأخذون طعامهم من البحر ومما يخرج من البر. هذه طبيعة الحياة الإنسانية. فكان إخواننا وأهلنا العفريين إلى حد كبير يعتبروا بحارة الشعب الإريتري، وهم من كان يعتمد عليهم في كثير من القضايا، في قضايا البحرية. وكانت على الأقل تعتبر هذه واحدة من معيشتهم، سواء من حيث العمل في صيد الأسماك والعمل البحري، أو من حيث أيضا النقل البحري، يعني من إريتريا إلى اليمن أو من إريتريا إلى السعودية. فكانوا على الأقل هذه منطقة يتعاملوا فيها ويعيشون تقريبا على هذه الحياة في منطقتهم. بارك الله فيك دكتور. أستاذة مريم، إن شاء الله تسمعيني؟ أي نعم. أستاذة مريم، دنكالاي، مرحبا بك. أولا ما هي طبيعة الوضع معيشة في إقليم دانكاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحب أشكر إذاعة سلام، بارك الله فيكم هذه الجهود وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وأرحب بضيفك الشيخ حسن سلمان وكل الطاقم العامل في هذه الإذاعة المباركة. وجزاكم الله خير على تسليط الضوء على هذا الإقليم الغالي العزيز على الشعب الإريتري وعلى إريتريا كلها. معاناة أبناء دنكاليا تتمثل في إغلاق المنافذ الحدودية عليهم دون السماح لهم بمصدر رزق بديل. فكما ذكر الشيخ، هم يعتاشون من الصيد ومن الرعي والتجارة مع الدول المجاورة كاليمن، يعني اعتادوا تبادل السلع معها. فلما حدثت جائحة كورونا ومن قبلها لأسباب أخرى تم إغلاق الحدود عليهم، وهكذا يعني أغلقت عليهم مصدر رزقهم الذي اعتادوا عليه. فهذا يؤدي إلى تجويع للناس، يعني حتى تظهر يعني تصبح هناك مجاعة كما هو حاصل الآن مع تراكم الزمان، تنفذ المواد ويصبح هناك مجاعة. ف يعني يصبر الإنسان على كل شيء إلا الجوع، يعني الجوع كافر كما يقول شعبنا الإريتري. وهي أرضهم، أين يذهبون؟ يعني هذه أرضهم التاريخية، وهو شعب يعني ضارب يعني في التاريخ منذ القدم على هذه الأرض، حتى أن المؤرخين يصفون أصحاب هذه المنطقة إلى باضع أنهم كانوا شديدين السواد، أسنانهم حادة، تأتي إليهم الأحباش تشتري منهم الأسماك واللآلئ وما تجود به البحر. هذا تمييز لأهل التاريخ أن الأحباش يعني يقيمون في المرتفعات، وأن الدناكل يقيمون في هذه المناطق منذ آلاف السنين. يعني حتى يعد من يعني الجرائم الإنسانية أن يعني يتم تشريد شعب أو تهجيره من مكانه، من بلاده التي يقطنها. تعتبر هذه جريمة إنسانية. الطبيعي إذا لم أجد ما آكل ماذا سأفعل؟ سأترك هذه الأرض وأبحث عن مصدر رزق، عن يعني لكي أسد الجوع. فحتى أنه في حقوق الإنسان عندنا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعد إنه تعتبر الإبادة الجماعية أن يتم إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم فعليا أو جزئيا. وأيضا إبعاد السكان أو النقل القسري يعتبر هذا من الإبادة الجماعية. تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام أو الدواء، فهذا تعتبر جرائم إبادة للإنسانية. فكل الدول التي يعني جاءتها جائحة كورونا تقوم الدولة بتوفير المواد والسلع الأساسية لهم،
فمن واجب الدولة أن توفر هذه الأمور، لا أن يهاجروا من مناطقهم إلى مناطق أخرى. هذا مطلب إنساني، هي أبسط حقوق إنسان، أن يطلب الإنسان ما يسد جوعته. ف يعني لا ينبغي أن تكون جائحة كورونا عذر في إغلاق الحدود وعدم توفير البديل. ما هو البديل؟ إذا أغلقت الحدود ما هو البديل؟ الأرض قاحلة ليست زراعية لكي يأكل الشعب مما يزرع، وليس فيها مصانع لكي يأكل مما يصنع. الأمر المتوفر هو الصيد البحري والتبادل التجاري. فينبغي إعادة الرؤية لهذه المنطقة ولشعبها حتى يتم إغاثتهم. اي بارك الله فيك. دكتور، سمعت ماذا قالت اختنا مريم بالناحية الدين، كمسلمين نحن إريتريين أو جمعية الخيرية، مساعدة لإخواننا العفار، ما هو الأجر أولا، أو الشعب الإريتري الآن ماذا ينبغي لنا نسوي تجاههم؟ جميل. طيب إن شاء الله، قبل أن ندخل على موضوع ما يجب علينا، دعني أتكلم عن التوصيف أكثر على الأقل للحالة اللي موجودة الآن. كما تفضلت الأخت مريم، المشكلة الرئيسية عند العفريين الآن في منطقة دنكالي، ويكاد يكون هي حالة عامة الآن في الشعب الإريتري، لكن هنالك حيثيات جديدة بالنسبة للوضع في دنكاليا، وهو أن المنطقة العفرية منذ أكثر من 2-3 تقريبا، عندما بدأ النظام يستأجر الأرض الإريترية والموانئ الإريترية لدول على الأقل من خارج المنطقة، أجليت أعداد كبيرة جدا منهم من قراها، فتم إجلاء أعداد كبيرة من القرى العفرية. النقطة الثانية، تم أيضا تحريم الحركة البحرية عندهم، إذا كانوا في السابق على الأقل يتعاملون وفق الحالة البحرية، فالآن المسألة اختلفت، لم يعد العفري يتحرك في بحره كما كان في السابق، الأمر بدأ الوضع يختلف. النقطة الثالثة أيضا تكاد تكون هذه، لم توفر الحكومة الإريترية مثلا بدائل بعد ما قامت بهذه الإجراءات. أنت استأجرت أرض لجهة خارجية وحرمت على الأقل المواطنين الأصليين والسكان الأصليين من موارد معيشتهم، الواجب عليك أنك والله إما أنك تدخل سلفا في هذه الاتفاقيات ما يجب على هذه الحكومات التي استأجرت هذه الأرض التي هي لغيرها، عليها أن تقوم بواجبات هذا الشعب. وهذه معروفة عموما، أي شعب تنتزع أرضه لمصلحة عامة أو غيره يتم تعويض. فلم تنظر على الأقل الحكومة الإريترية إلى مسألة التعويض ولا إلى كيفية العمل، وسواء حتى العمل داخل هذه المواقع المستأجرة. ومعروف أن الإنسان عندما يكون في مواني أن العمل يتركز بشكل كبير على العمل في الميناء، فحرموا من الميناء، حرموا من الصيد، حرموا، لوحقوا تقريبا في كثير من قراهم، رحلت عدد من القرى، صار مثلا بعضهم تلجئه الحاجة إلى أن يعمل في التهريب مثلا. ضربت أيضا مواقع السنابك حقهم اللي كان على الأقل يتحركوا بها في ما بين اليمن فضربت هذه المواقع. الكارثة الأكبر الآن لما جاءت كورونا، طبعا حصل الآن وضع أسوأ بكثير، وهو أنك أنت تغلق الحدود وتجرم الحركة، وفي نفس الوقت أنت أصلا سلفا لم توفر لهذا الشعب أن يعيش بيئة طبيعية. فحقيقة الآن الواقع في إريتريا بالنسبة للشعب الإريتري عموما، وإخواننا أهلنا في دنكالي على وجه التحديد، يعيشوا معاناة كبيرة جدا، وتكاد تكون هذه المعاناة ترتبت الآن بعد إغلاق الحدود، بعد أن أغلق عليهم البحر. أغلقت عليهم الحدود الجيبوتية، معروفة أنها منذ سنوات تقريبا مغلقة الحدود الجيبوتية، أغلقت عليهم الآن الحدود أيضا
الإثيوبية. وبالتالي نلاحظ الآن الشعب العفري يكاد كما تفضلت الأخت مريم أنه يتعرض لإبادة فعلا جماعية، وهذه خطيرة جدا. ويفترض أنه فعلا المنظومة الدولية تنظر إلى هذا النوع من الحجر الذي يحصل على الشعوب، وهذا النوع من الإجراءات التعسفية على الأقل التي تستخدمها السلطات بعيدا عن أي تأمين يفترض أن تقوم به الدولة على الأقل المعنية وهي الدولة الأريترية. وعليه هنا ابتداء أنا أقول المسؤولية بشكل مباشر تقع الآن تحت على الدولة الأريترية التي يقع الشعب الدنكلي الآن والشعب العفري يقع تحت رعايتها ويقع تحت مسؤوليتها بشكل مباشر. فإما أن تقوم على الأقل بأن والله توفر ما يلزم، لأنه كما قيل عند الفقهاء الحبس يوجب النفقة. إذا حبست شخص، حبست قطة، يجب أن تأكلها، تجعل أكل وشراب. زي سجن مثلا، إذا سجنتها يجب أن نعم تتولى ذلك. فعلى كل هذه واحدة. ما استطاعت الدولة عليها أن تناشد المنظمات وتسمح للمنظمات على الأقل بإدخال المواد التي تقيث هذا الشعب. وبالتالي أنا في تقديري من هنا نحن نقول تقع المسؤولية المباشرة على الدولة الأريترية والحكومة الأريترية على الأقل، باعتبار أن هذا الشعب الآن تحت سلطانها وعلى أرضها، وبالتالي هذه مسؤولية مباشرة. هنالك مسؤولية دولية أيضا، مسؤولية دولية ومسؤولية أخلاقية بشكل كبير تقع على الدولة على الأمم المتحدة، باعتبار أن الدولة الأريترية دولة عضو كذلك في الأمم المتحدة، وهذا الشعب على الأقل هنالك مجموعة اتفاقيات موقعة من الدولة الأريترية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بأي شكل من أشكال الجرائم التي تقع على هذه الأرض، ومنها مسألة الإجلاء، ومنها مسألة تعلق التجويع، ومسألة الترحيل القسري والقهري. كل ذلك على كل تقع في تقدير مسؤولية دولية أيضا على المجتمع الدولي. وهنا أنا أقول لا بد أيضا أن نكون هنالك لفتة على الأقل، يجب أن الأمم المتحدة تنظر إلى هذا الشعب وإلى هذا المكون الذي يتعرض الآن. النقطة الرابعة والأخيرة للأسف الشديد، يعني ربما كثير من الناس الآن تلاحظ بأن هذه الإجراءات ليست بريئة. هذه الإجراءات نفسها ليست قضية كورونا وفقط، لأننا نلاحظ بأن الآن الواقع في إريتريا وما يحصل نوع من التضييق، يحصل نوع من التجويع، يشرد الشعب كما هو الآن الشعب العفري، مشردين الآن في مخيمات في اليمن، مخيمات في إثيوبيا، مخيمات في جيبوتي، مشتركين مع المخيمات الموجودة في السودان أيضا في شرق السودان. فأنت إذن تشرد الشعب وفي نفس الوقت تحاول أن تتيح لمكونات أخرى للنزول إلى هذه المناطق وإسكان هذه المناطق، مما يعني أن هنالك تهجير ممنهج لمكونات على الأقل تريد الدولة بأسلوب من الأساليب أن تخرجهم من أرضهم وأن تبعدهم عن ديارهم. وبالتالي هذه أيضا واحدة من الإشكالات على كلنا التي تقع الآن. لا نقول بأن الإجراءات إجراءات صحية، إجراءات يراد منها فقط الحفاظ على صحة الإنسان، ولكن يتم هنالك توظيف على الأقل توظيف غير طبيعي لمسألة جائحة كورونا لمحاولة على الأقل تسييس هذا الحدث والاستفادة من تداعيات هذا الحدث لإفراغ منطقة كاملة، لأن هذه المنطقة أجرت وتملكتها قوة خارجية، وبالتالي الدولة الإريترية لا تريد الآن لهذا المكون أن يكون قريب من موانيه ومن بحره. الآن دكتور، ماذا يوجب لنا يعني كشعب إريتري أو كمنظمات جمعية بشكل عام طبعا كحالة إنسانية، بغض النظر عن كحالة إنسانية يجب على كل البشرية وكل إنسان يرى هنالك إنسان يتعرض للموت ويتعرض للجوع ويتعرض للعري ويتعرض للبرد ويتعرض للحر، يجب على كل إنسان بما أنه أخوه في الإنسانية يجب عليه إسعافه وإنقاذه وإخراجه من الدائرة الفقر التي هو فيها، هذه بشكل عام. أما بشكل خاص فإن الواجب الأكبر يقع على المسلمين لوجود الأخوة الإسلامية، لوجود الجيرة الإسلامية، لوجود على الأقل الترابط والتلاحم الإسلامي. فهو يجب علينا أول ابتداء على أننا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطعم الجائع وأن نكسو العاري وأن نساعد الملهوف ونقيث الملهوف. ولعلنا هنا طبعا يحضرني حقيقة مقولة حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل إليه الوحي وجاء إلى عائشة وهو يقول زملوني زملوني، فقالت له والله لن يخزيك الله، لن يخزيك الله، إنك لتصل الرحم إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات حقيقة صفات مهمة جدا اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة، واتصف بها بعد أن جاءته الرسالة. جاءت الرسالة بعد ذلك لتؤكد معاني عظيمة جدا. أهم معلم في الرسالة أمرين: المعلم الأول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، المعلم الثاني هو الإحسان إلى الخلق.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان تقوى الله تتعلق بعبادته وتتعلق بالخوف منه والتقرب إليه، فإن الإحسان يبدأ ابتداء بآتوا الزكاة. فالله سبحانه وتعالى جعل الدين كله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني تجد أن العبادات كلها تدخل في الصلاة، والأعمال الخيرية تدخل في الزكاة، والدين كله يقوم على هذين الركنين. فنلاحظ بأن إيتاء الزكاة وإيتاء الأموال وإيتاء الفقراء على الأقل والمساكين والمحتاجين يأخذ حيزا كبيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، أي يفعلون عملية الزكاة. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى عاب على من يمتنع عن إعطاء الأموال، بل ربما يأتي والعياذ بالله يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعدم إطعام المسكين من أكبر، يعني أعوذ بالله، من أكبر الذنوب. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وكانوا لا يحضون على طعام المسكين. فهذه الصفة للأسف الشديد، أن ترى هنالك مسكينا محتاجا، فقيرا محتاجا، يتيما محتاجا، أي شخص على الأقل هو بحاجة إلى أن تعينه فلا بد أن تعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ومن الخذلان أن تراه هو في حاجة إلى مساعدتك ولا تساعده، وأن تراه بأنه محتاج إلى كلمة منك ولا تتكلم، وأن هو بحاجة إلى مال وأنت لا تدفع. هذه كلها على كل مما يدخل في الجرائم الكبيرة جدا في الشرع الإسلامي. والله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا أن نتجاوز العقبة بإطعام المسكين. دكتور، أي نعم، فاصل نرجع إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الفاصل نرجع لكم مستمعينا الكرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة كافة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. رجعنا بعد أستاذة مريم، تسمعين إن شاء الله معي أستاذة مريم؟ نعم. يا أهلا وسهلا. نعم معك. طيب أستاذة مريم، ما هي رؤيتكم في ما يدور في إقليم دانكاليا وما ينبغي لنا كأخوان المسلمين، يعني نحن للشعب العفار والقيام به؟ كما ذكر الشيخ سلمان، القاعدة الفقهية أو الأصولية: الحبس يوجب النفقة. فإذا أنت أغلقت عليهم الحدود ومنعتهم من مزاولة أعمالهم فلا بد من الإنفاق عليهم.
إما أن تنفق عليهم الحكومة أو ينفق عليهم الشعب، يعني دع الشعب ينفق عليه سواء من داخل إريتريا أو من خارجها. عادة كل الدول العالم إذا حدثت مجاعة فأول من تستغيث هي الحكومة، تقول أنا لدي مجاعة أغيثوني، فتغيثها يعني الحكومات وتغيثها المنظمات الإنسانية. وعندنا الدولة تنفق على التجنيد، يعني تعتبر تقريبا تنفق 250 مليون دولار، وتعتبر هي في المرتبة الثالثة في عدد الجيوش، فلا يعجزها أن تغيث شعب، خصوصا أنه الآن لا توجد أي تهديدات حروب بعد السلام مع إثيوبيا، فتخفف من إنفاقاتها على الجيوش وتنفقها على هذا شعب دنكاليا. من ناحية حتى الحبس يوجب النفقة، يقول الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم وكسوتهم في الشتاء والصيف. هذا ما نص عليه الفقهاء أيضا، أن منع الطعام عن سجين، يعني انظر إلى يعني أهمية حياة الإنسان عندنا في الإسلام، لأنها من أهم مقاصد الشريعة حفظ النفس، وحرم قتلها إلا بالحق. فنص الفقهاء أن من منع الطعام عن سجين عمدا وكان في موته فإنه يقتل به، ولو حبس يعني فترة تؤدي إلى موته يعتبر حكمه حكم القتل العمد، حتى لأن النفس يعني غالية وعزيزة على الإنسان. أجاز له الإسلام أن يأكل من الميتة مما حرم الله إذا خشي على نفسه الهلاك، غير مستحلا لذلك، وإنما للاضطرار، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان أجاز له حتى أن يتناول الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كيف أنت تمنع عنه قوته يعني ويقال أن هذه مواد فاسدة ويتم إحراقها وتعرض يعني على الأخبار أمام الشاشات، وهي يعني المواد التي جاءت لإغاثة هذا الشعب يتضح من الصور والفيديوهات التي شاهدناها في قناة إريتريا أنها مواد جديدة، يعني ليس بها بأس. والإنسان عندما يكون جائع يأكل ما انتهت صلاحيته، حتى لو 6 شهور، حتى لو 2 سنين. إذا كان يعني البعض من شدة الجوع أكل الصابون وهو يظن أنه جبنة، فهؤلاء يعني يتضورون جوعا، وأنت تقول لهم هذه مواد منتهية الصلاحية، وتقوم بتغريم من جاء لإغاثتهم وتعرض هذا في الشاشات. عجيب. الإسلام أيضا أجاز للإنسان التقية إن خشي على نفسه الهلاك، فيتظاهر أنه مع الظالمين حتى يحمي نفسه من الهلاك، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال أيضا سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني خوفا على هذه النفس أن تهلك أجاز له أن يدعي الكفر، أن يدعي أنه يوالي الظالمين، بحيث يعني لا يتسبب في ذلك على هلاك آخرين من المسلمين. حتى أنه عندنا ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وعندنا لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليس منا من يوسع الله عليه ويقتر على من يعول، فكيف إذا كان الحيوان لا يجوز تجويعه؟ ليس منا يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فواجب المجتمع الإنساني كله أن يتضافر لإنقاذ هذا الشعب.
والمسؤولية أكبر على الشعب الإريتري أن يوصل صوتهم للناس، وعلى المنظمات الخيرية أن تتحرك، أن تغيث اللاجئين منهم في مناطق الجوار. توجد مخيمات لاجئين في اليمن، في جيبوتي، في إثيوبيا. أستاذة هذه مريم، تحتاج يعني أستاذة مريم، عفوا، هل تحرك لتواصل مع الحكومة أو أي جماعات الخيرية حتى الآن يعني؟ توجد منظمات خيرية تصل إلى الدول المجاورة، المخيمات التي في الدول المجاورة، جيبوتي، إثيوبيا، هذه توجد فيها مخيمات، وأيضا في اليمن، وهي مخيمات يعني جدا شحيحة، وضعها الإنساني جدا مأساوي، يحتاج إلى دعم. وكانت هناك يعني مبادرات من إيثار ومن غيرها، ويوجد عندكم مشايخ أيضا من رابطة علماء المسلمين، من يعني يجتهد ويحاول أن يوصل. سبحان الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهناك من استطاع أن يوصل إليه. البعض من أهاليهم أرسلوا إليهم مبالغ مالية، لكنهم قالوا في يدنا المبالغ المالية لكن لا نجد مواد نشتريها. المنطقة كلها فارغة من مواد تموينية غذائية. ماذا يفعلون بالمبالغ النقدية والتي يعني لذلك يعني هذا الشعب أصلا هو شديد الاعتزاز بقوميته وعاداته وتقاليده، وقليل الاختلاط بالآخرين، وهو شعب مسلم يعني. صح. فلا يقبل هذا الإذلال، فأنت لا تضطره لفعل شيء لا تحمد عقباه. صح. وحتى يعني سيظل آثاره للمستقبل. يعني بعد يعني إذا حدث تغيير سيكون هناك آثار لا تمحى. من يستطيع أن ينسى طفله وهو يموت يتضور جوعا ولا يستطيع أن يغيثه؟ كيف تأتي على فئة مستضعفين مدنيين، أطفال، نساء، رجال؟ يعني بعض الدول تتبع سياسة الجوع أو الركوع. يعني أنا أعطيك إذا أنت ركعت، لكن أن تجمع علي الأمرين، الركوع والجوع، هذا ما يحدث في إريتريا، في كل مناطق إريتريا. صح. شكرا لك. يعني إلى متى هذا الحال؟ شكرا أستاذة مريم، جزاك الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شعب العفار بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا، جزاك الله خيرا على تواصلك معنا يعني في الراديو سلام. شكرا. دكتور حسن، سمعت ما قالته، يعني نبدأ من آخر. يعني هل هناك تحرك على الأرض الواقع استنجاد شعب العفار؟ جزا الله خير أولا الأخت مريم دنكلاي على تأصيل، حقيقة تأصيل الشرعي لمسألة حفظ النفس الإنسانية. نفس مكرمة عند الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وجزاها الله خير، أفادت في ذلك وأجادت من حيث الأحكام الشرعية في النفس البشرية وكرامتها وحرمة قتلها، وما يجب على الأقل الإبقاء على هذه النفس البشرية، وكيف أن الرسالات يعني سبحان الله عظمت من شأن النفس، حتى أنه في شريعة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من أجل ذلك كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فهذه المسألة على كل النفس البشرية، النفس معظمة ومكرمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال سلوك أي طريق أو أي أسلوب يؤدي إلى إزهاق النفس وإلى قتلها. ويجب كذلك على الإنسان أن يدفع عن نفسه بما يستطيع. هنا تواجهنا حقيقة مشكلة كبيرة جدا. هنا علينا أن نجعل الآن الأمر قسمين:
القسم الأول هو داخل إريتريا، والقسم الثاني هو خارج إريتريا. ففيما يتعلق بالخارج الإريتري أعتقد إن شاء الله ما يلزمنا هو أن تتحرك المنظمات ويتحرك الجاليات الإريترية في الخارج، وعموم الشعب الإريتري وأصدقائنا وإخواننا كذلك وأحرار العالم أن يتحركوا على الأقل لإيصال ما يلزم إيصاله إلى مخيمات اللاجئين في هذه المناطق. يعني تصور أنت الآن مخيم للإخوة في العفرين مثلا في اليمن، في خوخة، في وسط الحرب اليمنية وما يعانيه الشعب اليمني، وكانوا على الأقل هؤلاء أفضل حالا وربما كانوا يساعدون أهاليهم في الداخل، الآن هم أيضا يتعرضون. كذلك إخواننا في جيبوتي، إخواننا في إثيوبيا. على كل أنا أعتقد الوصول إلى هذه المناطق ليس صعبا، ويمكن إن شاء الله أن نناشد على الأقل نحن المنظمات الخيرية والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وكل المنظمات ليست منظمات الإريترية فقط، لأن المنظمات الإريترية قد تكون محدودة الإمكانات والقدرات، ولكن نحن نناشد عموم المسلمين في العالم وعموم الأحرار والخيرين من أبناء العالم عموما الذي يعني يتعاطف مع مثل هذه القضايا أن يسعى على الأقل إلى معالجة هذه النقطة الثانية، وهي مهمة جدا، وهو هذه تقريبا تلي الآن الجانب الحكومي. هنا لا بد الدول والمنظمات الحقوقية العالمية أن تضغط على النظام الإريتري، وهو في الآونة الأخيرة على الأقل عضو في المنظمة الحقوقية في الأمم المتحدة. فعلى الأقل لا بد أن يضغط من خلال هذه المنصات على الدولة لأن تقوم بواجباتها. لا بد، يعني ما عندنا سبيل آخر الآن، نحن ليس هنالك الآن يعني لا هنالك إمكانية لإقامة مظاهرات داخل البلد ولا برلمان يستطيع أن يضغط، هنالك رجل واحد تقريبا هو الذي إما يقول لا أو يقول نعم يعني. فنحن أنا في تقديري في هذه المرحلة محتاجين إلى ضغط حقيقي من الأمم المتحدة على أن تقوم بواجبها تجاه هذا الشعب المكلوم. النقطة الثالثة، وهذه مسألة أيضا أنا من هنا أقولها، حكومة الإمارات على وجه التحديد، وهي الآن قد استأجرت هذه الأرض، استأجرت على الأقل بطريقة على كل من النظام القائم الآن، وسلبت أرض هؤلاء الناس وحرمتهم من قوت أرزاقهم. فيقع عليهم بشكل مباشر في تقديري، يقع عليهم بشكل مباشر أيضا العبء الأكبر في أنها أيضا هي شريكة في هذه الجريمة. هذه الجريمة التي تقع الآن على شعبنا العفري، الحكومة الإماراتية شريك أصيل في ذلك، ولا بد أن تنتبه إلى هذا الأمر، وأن الشعب الإريتري لا أعتقد أنه سيسمح لها. الحكومات ستزول، الاتفاقيات ستنتهي، ما لم ينتبه الآن الشعب الإماراتي والحكومة الإماراتية على وجه التحديد أن تقوم بواجبها في أنها والله تغيث هؤلاء، لأن هذا الشعب في منطقتها ويموت على منطقة هي مستأجراها وعلى بعد أمتار وكيلومترات من معسكراتها، بل بعض هذه المعسكرات تدرك تماما الآن ما يتعرض له هذا الشعب المكلوم. وبالتالي هذه أيضا لا بد، ونحن نحرك الملفات في الأممية، أن ندرك أن الحكومة التي استأجرت أرض هؤلاء الناس وشردتهم تقع عليها أيضا المسؤولية الجنائية، تقع عليها المسؤولية الجنائية الدولية. وبالتالي أنا في تقديري هنا لا بد من المنظمات الحقوقية أن تتحرك دوليا للضغط على الحكومة الإريترية، ومتابعة أيضا ملف الحكومة الإماراتية التي شردت هذا الشعب من خلال استئجارها وتحويل أرضهم إلى معسكرات، وتحويل أرضهم إلى سجون، وتحويل أرضهم إلى معتقلات. هذا الحاصل الآن في الدولة الإريترية. وبالتالي نحن على كل من هذا المنبر نناشد كل المنظمات الحقوقية والدول أيضا التي مهتمة حقيقة بالمنطقة. نعم، جمعية الخيرية. نعم، الجمعيات الخيرية الآن هي المشكلة. الآن الجمعيات الخيرية الآن جاهزة. هل الدولة الإريترية مستعدة تستقبل؟ يعني هذه المسألة. هل الدولة الإريترية الآن، لو أن الدولة الإريترية فتحت المجال، أنا أعتقد الشعب الإريتري مستعد بأن يغيث إخوانه، ما عنده مشكلة. يعني الحمد لله عندنا التجار، عندنا المنظمات الخيرية، عندنا الجاليات الإريترية مستعدة. ولكن ما يواجه الناس الآن هو أن الدولة قبل فترة تعلن بأنه والله الكورونا انتهت، وتحتفل بأنه والله هي دخلت في مجموعة الجينتس، يعني مجموعة الأولى في أن طيب ليش أنت إذا محاصر شعبنا في دنكاليا؟ لماذا تحاصر شعب دنكاليا بحجة الكورونا؟ هذا ما يجعل الأمر غريبا. يعني طيب هب أن هنالك كورونا وأنك تخاف على هذا الشعب، طيب أفتح المجال، أغيث أنت، باعتبار أن والله هذه المنطقة الحمد لله عندها من الإمكانات ما يغنيها، والأرض المستأجرة أرضهم، اجعل نصيب من هذه الأموال التي تستلمها الآن من الإمارات، اجعلها
جزء منها أجعله لهذا الشعب. ما استطعت أفتح المجال، أرفع اليد وأقول والله أنا لا أستطيع أن أقيت هذا الشعب. لكن أن يكون هنالك صمت على هذه الجريمة الإنسانية، وصمت على الموت، وصمت على الأطفال الذين يتضورون جوعا، وعلى الشيوخ الذين لا يستطيعون الحركة، وأنت تحرق الدقيق الذي على الأقل سربوه وجلبوه حتى يستطيعوا أن يأكلوا بحجة إن والله هذا الدقيق منتهي الصلاحية. طيب أنت أعطيهم الدقيق اللي ما منتهي الصلاحية. فعلى كل مطلوب فعلا من التحرك على مستوى المنظمات، مطلوب تحرك على مستوى المؤسسات الحقوقية، مطلوب تحرك على مستوى الأمم المتحدة، مطلوب فتح ملفات حقيقة في كل من اشترك في هذه الجريمة الإنسانية التي الآن يتعرض لها الشعب العفري. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا دكتور حسن، وشكرا مريم، أستاذ مريم دنكالي، وجميعا في راديو سلام. بارك الله فيكم. إن شاء الله الأسبوع الجاي نلقاكم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتري قصيدة وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت في دفاتري قصيدة وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا راديو سلام.